ما في إلا العافية يعني. كنا طالعين قبلها بيوم يعني، طالعين نتمشى ونلعب والحمد لله يعني ما فيها أي شيء. سبحان الله يومها أفطرنا، تعبت، قالت معي خفقان، رجعت يعني قالت بريح. حسيت إنها تعبانة مرة، اللي طلبت الإسعاف وجاء من أول مرة. اللي قال إنها طاحت شالوها بإسعاف وترقدت وماتت المستشفى، هذا غير صحيح. أصلا المستشفى ما جينا من كثر ما الصحة عندهم صفر. اسعاف جاء فقط فحصها، قال ما فيها شيء، عطها بس ملح. نزلت جبت لها ملح وكلتها ونامت لها ساعتين. بعد ما صحت قالت اني احس اني تعبانه، ابي اكسجين. طلبت اسعاف ما ردوا علي. كلمت السفاره، كل الشكر والله لله ثم للسفاره يعني، وقفوا معي وقفه اخو. بغض النظر ما هم مجبورين يسوون اللي سووه، بس يعني الحمد لله راضين بامر الله وانسانيه الدعوه. وجوني والله الإسعاف وصلوني بعد ما كلموهم السفارة ب 45 دقيقة على كلام السفارة. والمرحومة توفت بعد ما وصلنا الإسعاف 8 دقائق على كلام انه وقف قلبها له 8 دقائق وكذا. راضين يا رب لك الحمد. يا صح انها فاجأة يعني بعد زواجي بأسبوع، بس راضين بأمر الله ومحتسبين يا رب لك الحمد. كنا مع عريس قبل العرس يعني، أنا لسه ما حجزت. طلبت مني أن أخذ عمرة يعني. قلت احنا مع الرزق خلينا نطلع البوسنة، بعد ما نرجع ابشر بودي ننزل على جدة ونروح لمكة. قالت لا والله تكفى، خلينا نعتمر وابد، بعدها وين ما تبين نروح لندن البوسنة ما تفرق. يمين يسار هي صملت بالموضوع انه غصب نطلع لمكة ناخذ عمره. قلت لها ابشري شاورت تعطيه الله. والحمد لله بعد عرس بيوم حجزت الجدة، رحنا اعتمرنا وانا بجدة والله حجزت البوسنة يعني. والحمد لله راضين بأمر الله وكلنا ماشيين بهالطريق. أنا كوني لحالي هنا كلموني يا العمامي وانسباي كلني بيجي. أنا يشهد الله أني عييت عليهم لأن السفارة كلمة حق ما قصر والله، ما يتركوني إلا وقت نومي. أقول لهم الربع نزلوني والله إني فيني نوم، طلعوا تمشوا فيني غير إدارة يعني إني لحالي. من السفير بنفسه قاعد يتواصل معي وكل الشكر لهم والله كلمة حق. ويوم وصلت الرياض نفس الحكاية، المطار كلهم وقفوا معي مع العلم من رحلتي بالليل الساعة 10 غيروها حطوها مع نفس رحلة الجثمان اللي هي الساعة 6. وبيض الله وجههم، الله يكتب أجرهم، هذا اللي بقوله. وصتك بشيء مرحبا؟ والله وصلتني أني أنتبه على والدينها، وهذا اللي وصلني، اللي هو خالي وخالتي، وإن شاء الله نقدها.